واحنا معديين في الشارع لقينا كابتن مينا وشفنا معاه حاجات حلوة قوي، فهتقول لنا كابتن مينا على شوية الحاجات دي. مساء الخير عليكم، معكم مينا ماهر من محل ويل بايك، والنهارده معانا عجلتين عظمه، والناس اللي بتلعب رياضه واللي بتعمل نط من على الجبال والناس بتاع محميه وادي دجله هيحبوا العجلتين دول قوي، لان الامكانيات بتاعتهم عاليه والليفل بتاعهم عالي غير اي عجل. يلا بينا نبتدي يعني مقارنه كده عن العجلتين. اول حاجه هنبتدي بالعجله البيجون، وهنخلي الروك رايدر اللي هي فيها امكانيات عاليه قوي للنهايه. اولا البيجون دي عجله قويه فيها امكانيات عاليه غير اي بيجون عاديه، لان الامكانيات اللي عليها اول حاجه هنبتدي فيها عن العجله دي الجروب بتاعها شيمانو التوس الحديث 9 سبيد، جروب محترم جدا. الكاسيت هنا شيمانو سعره قيم وسعره غالي. هنا الكرانك برو ويل بوتوم براكت عشان يخفف وزن العجله، وهنا على رمانات بلي عشان يخلي الاداء في التبديل معاك حلو جدا. هنا الشفترات هنا شيمانو التوس الحديث 9 سبيد الشكل الحديث. هنا كل حاجه في العجله دي اوريجينال، مفيش عجله صيني بتنزل بالامكانيات ديت. عامل ايه يا غالي؟ والله ينور. وهنا برضو الحاجه اللي بعد كده الفريم بتاعها عظمه، بس اهم حاجه انا عارف ان انت عاوز تعمل لايك وسبسكرايب، انزل اعمل عشان ما تنساش. هنا الفريم بتاع العجله كوبي كربون، الشغل بتاعه عالي قوي غير اي عجله صيني عاديه. الفرامل اهم حاجه، بس برضو ما تنسوش ان احنا برضو لسه هنكمل على العجله الروك رايدر الامريكي، وارد امريكي، هي صناعه برتغالي، بس دي وارد امريكا جديده وما استعملتش، يعتبر يعني ما استخدمتش في مصر نهائيا، وحالتها فوق ال 99%. هنا نظام الفرامل شيمانو هيدروليك، فرامل محترم، بس عايزين ننوه عن حاجه في نظام الفرامل دوت. بيبقى مثلا هنا ايه مكتوب مينرال، لازم تحط لها الزيت المخصص ليها، ما ينفعش تحط ليها زيت دوت. هنا مكتوب على السيستم الثاني وهنخش عليه دلوقتي نظام دوت 4، ما ينفعش تحط نظام مختلف عن نظام الفرامل. هنا هنكمل مع العجله البيجون ديت. هنا الكاوتشات ماكسس حاله الزيرو، برضو الفرده الخلفيه ماكسس حاله الزيرو. السرر بتاعتها بواندا، الصوت بتاعها نغم. هنا الكاميرا تقرب معانا، الاداء بتاعها سلس جدا جدا جدا. كل حاجه في العجله دي اوريجينال، متاحه عندنا في محل ويل بايك، لو حد محتاجها يقدر يجي يشوفها. حاجه مهمه برضو في العجله دي قبل ما نخلص ونخش على العجله الثانيه، هنا المساعد اس ار سانتور، حاجه تستحمل، مساعد الومنيوم في لوك. في هنا برضو زرار تقدر تخلي المساعد خفيف او تقيل. الحاجات دي برقم وسعرها برقم غير اي المساعدات الصيني، مش اي مساعد وخلاص. يلا بينا نخش على العجله الروك رايدر، غير اي عجله تانية هتشوفها، والامكانيات واللي فاهم هيقدر العجله ديت. هنا الفريم الالومنيوم، السبيكه بتاعته عاليه جدا، وزنها خفيف. كل حاجه في العجله دي اوريجينال، مش متغير منها مسمار. هنا الجروب سرام يا حاج، ما احنا شغالين والله بنصور. لا ماليش دعوه، انا بسلم عليك وقلت السلام. حاضر. انا مش بسلم عليك تاني. ماشي. عاوز ابوك. والله سلمت عليك والله، بس احنا شغالين. معلش حقك علينا، انا اسف. يلا نكمل بقى يا كابتن مينا، كفايه كده. كفايه سلامات، احنا سلمنا كتير في الفيديو ده. يلا اللي بعده يعني عشان الناس ما تزهقش مننا. اكتر حاجه بتميز العجله دي نظام الفرامل، نظام الفرامل هيدروليك زي ما قلنا. نظام الفرامل بتاعها دوت، ما ينفعش تحط لها مينرال. هنا الجروب بتاعها، الجروب ست بتاعها حاله الزيرو، جروب ست سرام اكس 7 يعني ليفل عالي 9 سبيد. هنا الجشمه الخلفيه سرام اكس 7، الجشمه الاماميه سرام اكس 7. هنا المجموعه 9 سبيد. كل حاجه في العجله اوريجينال، مش متغير فيها حاجه. هنا الكرانك ديور اوريجينال شيمانو. وهنا احسن حاجه مميزه العجله دي معانا المساعد روك شوت، الماركه دي في قلبي من جوه. وهنا نظام لوك، اللوك بتاعه في الجادون. وهنا في حاجه مهمه جدا عاوز انوه عليها، هنا كاوتش ميشلان، الماركه دي غاليه جدا، مش اي حاجه وخلاص. والفرق ده الخلفيه برضو ميشلان بتاعتها الاوريجينال من بره، وحاله الكاوتش فوق ال 99%. العجله دي فيها حاجه محترمه قوي، ان يتحط لك زي كاوتشه هنا
بتتشال وتتخلع عشان العجله دي مصممه تنط من على الجبال. الكاوتشه دي بتخلي لو الكتينه خبطت في الكادر ما تجرحش الكادر، فالكاوتشه دي مهمه قوي وبرقم يعني سعرها غالي عشان دي اوريجنال. وهنا الكرسي فيزيك ميد ان ايطالي، الكرسي ده ما يقلش عن $50، حاجه قيمه جدا. العجله دي برضو متاحه عندنا في محل ويل بايك لو حد محتاج اي حاجه من الاثنين، اسعار حلوه. شكرا ليكم، وعندنا الشحن لاي مكان في الجمهوريه. كان معكم مينا ماهر من محل ويل بايك، ونتمنى لكم كل الخير والسعاده.